ازيكم عاملين ايه؟ الساحل الشرير ده ملوش صحاب يسالوا عنه؟ الدنيا سداح مداح كده، تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الساحل. طبعا بعد ما شفنا الفنانه او الراقصه حوريه مع المذيع الفرفوش، والست قالت ان هي بتتكسف يا ولداه، وان هي بتتحرج قدام الكاميرا وما بتعرفش تتكلم. طبعا احنا عذرناها لان فعلا الستات لازم يتكسفوا، لكن اللقطات اللي الاستاذه حوريه طالعه بيها في الساحل الشرير على المسرح بتقول ان فعلا بتتكسف. انا عذرا اضطريت احط بلور على الصور اللي موجوده لان ما ينفعش تتعرض. الصور اللي موجوده يا جماعه بتدل على الكسوف فعلا. الفنانه بتتكسف. الفنانه حوريه اكتسحت الساحل الشمالي بعد الفيديو اللي عملته، ودلوقتي بقت هي رقم واحد في الساحل الشرير. دلوقتي الراقصه حوريه هي الراقصه الاولى في الساحل الشرير بناء على طلب الجماهير. الاقبال جماهيري وتاريخي يا استاذ. طبعا انتوا هتعرفوا لوحدكم سبب الاقبال التاريخي على الراقصه او الفنانه حوريه. الفنانه حوريه بصراحه على المسرح بتعمل شويه حركات. فين الرقابه؟ فين الرقابه على الساحل الشرير؟ اخوانا دي بتعمل حركات وبتحرك حاجات في جسمها عمرنا ما كنا نعرف انها بتتحرك. فين الرقابه؟ فين الرقابه على الساحل يا اخوانا؟ حكايه الفنانه حوريه او الراقصه حوريه اللي ظهرت فجاه ديت وبقت ترند موجود. الراقصه حوريه بيقولوا ان هي كانت متجوزه وجوزها بطلها الرقص وبعد كده رجعت للرقص تاني، وفي ناس بتقول ان هي متجوزه بس جوزها قايل لها اوعي تجيبي سيرتي ولا تطلعي في اللقاءات، عشان كده الست ما بتحبش تعمل لقاءات تلفزيونيه كتير. اوعي تجيبي سيرتي، ارقصي بس ارقصي لكن ما تجيبيش سيرتنا. حياتنا الشخصيه ما حدش يعرف عنها حاجه ولا انا حد يعرف عني حاجه. انت عليك انك ترقصي بس وتشوفي شغلك بس، لكن تطلعي تجيبي سيرتنا ولا تتكلمي في حياتنا الشخصيه اوعي. هي بعد ما كانت النمره بتاعتها كلها ب 20,000 جنيه بقت الساعه يا مؤمن ب 80,000 جنيه، والاقبال عليها تاريخي زي ما قلت لك قبل كده في الساحل الشرير. يا ترى حوريه بعد ما بقت ترند وخلاص والاقبال عليها تاريخي زي ما قلنا هتخش في التمثيل زي ما رقصات كتير كانوا ترند ودخلوا في التمثيل؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفتره اللي جايه. بس عايز اقول لكم الاقبال عليها تاريخي يا اخوانا. يا اخوانا الفنانه فعلا بتتكسف.